مفيش شك إن هشام ماجد هو أكتر واحد نجح في الثلاثي بعد ما خد البطولة المطلقة. بس قبل ما أقولك ليه، تعالوا نرجع لورا شوية ونشوف رحلة الثلاثي بدأت إزاي، وإزاي الرحلة دي هي اللي أثرت على عقلياتهم واختياراتهم الفنية في الوضع الحالي. بتبدأ الحكاية بتلات شباب في كلية هندسة بيكون عندهم شغف الفن والتمثيل. بيبتدوا إن هما يصوروا أفلام قصيرة وينزلوها على النت. أشهر فيلم قدموه على النت كان فيلم رجال لا تعرف المستحيل، والفيلم عبارة عن محاكاة ساخرة لفيلم الطريق إلى إيلات. الفيلم من كتر ما سمع وانتشر على النت وصل لأمن الدولة، وحصل للثلاثي مشكلة كبيرة ساعتها بالفيلم ده. وفي 2009 بيعملوا برنامج أفيش وتشبيه، كانوا برضو في البرنامج ده بيعملوا محاكاة ساخرة للأفلام القديمة. ورغم انه منجحش قوي إلا انه كان محطة مهمة في مشوارهم الفني، اللي بدايته الحقيقية بتيجي سنة 2008 لما بيشاركوا في فيلم ورقة شفرة. ودي كانت المغامرة الحقيقية لأي منتج، انه يجيب 3 ممثلين محدش يعرفهم وينتج لهم فيلم بطولة. المغامرة كانت ناجحة، وسبب النجاح فيها هو السيناريو اللي كان متماسك على مدار ساعة ونص. كمان الكوميديا كمان والإفيهات اللي كانت موجودة في الفيلم كانت موفقة ومتوظفة، يعني مفيش إفيه اتقال في الفيلم ده ومضحكنيش. ومن هنا الجمهور حب الثلاثي مش بس عشان موهبتهم وخفة دمهم، لا، دول عشان رجعولهم ذكرى جميلة شافوها زمان في فرقة ثلاثي أضواء المسرح. بعد كده بيقدموا لينا فيلم سمير وشهير وبهير، اللي هو كان عبارة عن تمصير لفيلم باك تو ذا فيوتشر. وزي ورقة شفرة، فالفيلم نجح جدا، وده برضو بسبب السيناريو والكوميديا اللي ما قلتش خالص عن ورقة شفرة، دي كمان زادت. في 2012 بقى بيعملوا فيلم بنات العم. الفيلم ده بقى حصل عليه جدل كبير، ناس حبته وناس كرهته بسبب قصته الغريبة طبعا، اللي بتحكي لينا عن بنات بتصيبهم لعنة بسبب القصر، وأول لما بيبيعوا القصر بيقلبوا رجالة. عنصر الفانتازيا كان لسه موجود في أعمال الثلاثي، وفي 2013 بيقرروا يعملوا أول سوبر هيرو مصري وبيدخلوا عالم الدراما بمسلسل الرجل العناب، أو زي ما ناس تانية بتسميه ذا كركديه مان. وقتها مسلسل الرجل العناب كان بينافس الكبير قوي اللي كان نازل في نفس الموسم، وكان صعب قوي انك تحدد الأفضلية في الكوميديا لمين، خصوصا ان مستواهم متقارب جدا. الكيمياء والتناغم اللي كانت بين بيرم وتيسير وعصفور ساعدت على نجاح المسلسل. كمان الجرافيك السيء والإنتاج الضعيف، كل ده ما قللش من متعة المسلسل ولا حتى نقص منه. يمكن المسلسل مظلوم لأنه ما بيتعرضش على التلفزيون خالص، لكنه مغرق اليوتيوب وتقدر تشوفه دلوقتي لو انت عايز. وفي 2014 بيقدموا آخر عمل جمعهم، فيلم الحرب العالمية التالتة، اللي كان عبارة عن تمصير لفيلم نايت at the Museum. ولا خميس، انت ايه اللي انت لابسه ده؟ انت أن يتمنوا آخر أمنيات. ما تستغباش يا عم محمد، افرض طلب انه يروح. ما غير تاني. ازاي حرمه تقدر تقف قدام المتحف ده كله بطولها؟ لا، ما هي مش بطولها. بس على عكس سمير وشهير وبهير، المعالجة هنا كانت مختلفة، وعايز أقولك إن قصة الحرب العالمية أحسن بكتير من نايت أت ذا ميوزيوم. مش بس القصة، ده كمان عناصر الكوميديا كانت متوظفة صح، وده اللي ظهر لينا في شخصيات المتحف زي علاء الدين وعفريته وتوت عنخ آمون وغيرهم. بعد الفيلم ده بيقرر أحمد فهمي إنه ما يكملش مع هشام ماجد وشيكو ويعمل مسلسل ريح المدام. في المسلسل ده ضعف أحمد فهمي ظهر ككوميديان، خصوصا إن اللي كان شايل جانب الكوميدي في المسلسل كان أكرم حسني. بعدها بكام سنة بيقدم أحمد فهمي مسلسل الواد سيد الشحات، والمسلسل كان سيء جدا على كل النواحي. الميزة الوحيدة اللي كانت فيه كانت أداء محمد عبد الرحمن. واستمرت أعمال أحمد فهمي الفردية في السينما بأفلام زي كلب بلدي، الكويسين، مستر إكس. الأعمال دي نجحت بس ما نجحتش النجاح الكبير، والجمهور برضو كان شايف إن أحمد فهمي ما يقدرش يشيل بطولة لوحده. والسبب في ده يرجع لحجم موهبته اللي ما يأهلوش يعمل بطولة فردية. في نفس الفترة دي بقى قدم شيكو وهشام ماجد مجموعة من الأعمال المشتركة بينهم، زي حملة فريزر وقلب أمه واللعبة، وكلها كانت أعمال ناجحة جدا. بعدها بيقرر شيكو إنه يعمل تجربة البطولة المطلقة لأول مرة في فيلم ابن الحاج أحمد. ولكن شيكو مصيره كان أسوأ من مصير فهمي. الفيلم فشل في شباك التذاكر وكان من أوحش أفلام الموسم. في نفس الوقت ده قدم هشام ماجد مجموعة من الأعمال، أبرزها كان فيلم تسليم أهالي مع دنيا سمير غانم وحامل اللقب، اللي كانت فكرته أغرب من بنات العم بكتير.
تخيل راجل يبقى حامل. وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة اللي بيتكلم عن العوالم الموازية، ومسلسل أشغال شقة، وكان آخر أعماله فيلم برشامة اللي بالرغم إنه اتهاجم أول لما نزل على المنصات إلا إنه حقق نجاح كبير في السينما. بص، هشام ماجد نجح أكتر من شيكو وفهمي لأنه ببساطة عقليته أفضل منهم وعنده ذكاء في الاختيارات الفنية، بالرغم إن الناس كتير شايفاه أقل كوميديان في الثلاثي. تجربة هشام ماجد بتفكرني شوية بتجربة سمير غانم اللي كان برضو بيتقال عليه إنه الأقل كوميديا في فرقة ثلاثي أضواء المسرح، لكن سمير غانم كان هو الأنجح فيهم، مش عشان هو الأكثر موهبة، لا، عشان هو الأذكى. وده بالظبط اللي طبقه هشام ماجد، عشان كده هو أنجح واحد في الثلاثي. شيكو زي ما قلت هو الأكثر موهبة، لكنه متوفاش خالص في البطولة. المميز في كوميديا هشام ماجد كمان انه لا بيتريق على شكله ولا على وزنه، هي كوميديا خفيفة، كوميديا لايت كوميدي، كوميديا تحسها انها طالعة من القلب، كوميديا هشام ماجد. وفي نهاية الفيديو حابب اعرف رأيك، ايه اكتر فيلم بتحبه للثلاثي، وهل شايف فعلا هشام ماجد هو انجح واحد فيهم؟ وياريت ما تنسانيش باللايك والاشتراك في القناة، وياريت كمان تفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد.